بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين. والله زي ما بقول لكم سامحوني بتأخر عليكم في الحلقات وفي الفيديوهات، لأن فعلا الدنيا عندي الحمد لله وبفضل الله مش مظبوطة الأيام دي. فالحمد لله بحاول بقدر الامكان الاقي نفسي معاكم واطلع ونتناقش ونشوف ايه المواضيع اللي شغله الرأي العام واللي شغله السوشيال ميديا والاحداث اللي ملهاش لازمه واللي ليها لازمه، واللي نقدر نبقى ماشيين معانا ومواكبين الاحداث اللي موجوده. طبعا يا جماعة انتوا شفتوا البرنامج بتاع تامر امين. النهاردة احنا عندنا 3 حاجات ان شاء الله الموضوع بتاعنا هيلمهم يعني، او الفيديو بتاعنا يلم 3 حاجات دول. اولا مرض انغام، كنت اقول مرض اسمهان، مرض انغام. انغام مريضة والعياذ بالله بالمرض الوحش، وندعو الله ان ربنا يشفيها ويشفي كل مريض، ودعوة المريض الدعوة للمريض بظهر الغيب تشفي كل المرضى طبعا. وندعي المرضى السرطان كلهم. وصديقتي اللي بعتت لي رسالة اللي هي كانت مريضة كانسر، وانا كلمتكم عليها قبل كده، يا ريت كل واحد يدعي لها بظهر الغيب. طبعا انغام من ضمن الفنانين المحبوبين المشهورين، كلنا كنا بنسمع لها واغانيها من تعتبر من اغاني الزمن الجميل، او حته من اغاني الطرب والفن الاصيل. فالدعاء لها بالشفاء هي وصديقتي اللي بعتت لي رساله. هي مريضه كانسر برضو، وربنا يشفينا ويشفي كل مريض. طبعا احنا النهارده الفيديو بتاعنا عن الفن والفنانين والاعلاميين والناس اللي ملهاش لازمه في حياتنا دي، وطلعت تقرفنا اكتر ما احنا قرفانين. طبعا الاعلامي الجليل تامر امين طلع علينا من كام يوم كده ما شاء الله يعني، وعامل حلقه خاصه عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، القصة المقرفة اللي ملهاش آخر، أو مسلسل ملوش آخر. أنت يا أستاذ تامر أمين عامل حلقة خاصة وعامل برنامج وفريق إعداد وكاميرات ودنيا عشان خاطر تطلع تتكلم عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، الاتنين مدمنين مخدرات، مدمنة مخدرات ومدمن مخدرات. ده أنا ما شفتكش جبت شيخ أزهر، ما شفتكش جبت الطالب الأول على الثانوية العامة في الأزهر، جايب 99.6 أو تقريبا 8 الأول على الدولة في الثانوية العامة في الأزهر. ما شفتكش جبت حد كده عالم جليل محترم يطلع يفهم الناس ويعلم الناس ويعلم البنات والستات اللي على التيك توك والتيك توكر ان اللي بيعملوه ده عيب وحرام. رايح تاني تشغلنا وتقرفنا باسمه ايه، حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب. دي مين شيرين عبد الوهاب ومين حسام حبيب؟ الاتنين 60 مالهمش 30 لازمه في الحياه. واحده مدمنه مخدرات وهو اصلا مدمن مخدرات وعلمها الادمان، واحده خسرت بيتها وحياتها عشان شخص ملوش لازمه ولا ليه اي كيان، والبنات ولادها راحوا عاشوا مع ابوهم اللي هو تقريبا كان طبيب اسنان حاجه زي كده. مين شيرين عبد الوهاب؟ عملت ايه؟ ما دي اللي قالت وطلعت وقالت ميه النيل مليانه بالهرسيا، طالعه تغني في دول الخليج وتقول لك ما شربتش من نيلها، وطالعه بتستهبل وتستعبط وتقول لك ميه النيل مليانه بالهرسيا وتشربوا منها. هي دي واجهه مصر اللي انت طالع؟ ده انت ما جبتش مثلا الدكتوره هالة سمير الداعيه الاسلاميه وغيره بدون ذكر اسماء للناس، يعني الناس المجهوله دي طالع تجيب لنا وتقرفنا تاني بحسام حبيب وقصه مقرفه وعلم مقرفه. ليه؟ وفريق اعداد وحلقه كامله عشان خاطر شيرين وحسام حبيب، ولا ليهم 60 لازمه في الحياه.
عيب عليك يا استاذ تامر. يا ريت الاعلام بتاعنا والاعلام الخاص والعام يوجه رسالته، يشوف الناس اللي تحت. الناس بقت بتاكل من الزباله. وجه رسالتك وشوف الناس اللي هتخرج من بيوتها بعد 7 سنين هتروح فين. وجه رسالتك وقول للدولة وقول للحكومة حرام اللي انت بتعملوه في السكان وفي شعب مصر. وجه برنامجك والبرنامج بتاعك ده، بدل ما تروح تجيب لنا حسام حبيب وخريط البرك شيرين عبد الوهاب. لا، حضرتك انزل الشارع وشوف الشارع اللي مكتظ، الناس اللي متضايقه، الناس اللي بتاكل من الزباله، الستات اليتامى والارامل اللي ساكنين في الايجار القديم، اللي بعد 7 سنين مش عارفين هيروحوا فين، هيرمونا فين بعد 7 سنين. يا عالم، هيدونا شقه ولا ما يدوناش؟ هيدونا سكن بديل ولا ما يدوناش؟ وسياده رئيس الوزراء طالع برضو كل يوم والتاني، كل يوم 4 يطلع يعمل اجتماع مجلس الوزراء، ودلوقتي ما وراهوش حاجه غير السكن البديل والايجار القديم. عملنا لنا منصه، سجلوا على المنصه بدائل مش بدائل، الناس المستحقين، الناس اللي مش مستحقين ايه ومش مستحقين ايه. ما انا قاعده ببيتي معززه مكرمه، هتخرجني ليه وتوديني وتشحططني، وفي الاخر هتعمل لي لجان يقولوا ان انا استحق شقه ولا ما استحقش. انا قاعده في شقتي، استحق شقتي اللي انا قاعده فيها. عيب عليك يا استاذ تامر امين انك انت تطلع تعمل حلقه كامله وبرنامج كامل ورايح جايب لي 2 مستضيفهم مش عارفه جايبهم منين يحكوا لنا القصه المقرفه من اولها لاخرها، والمسلسل الدرامي اللي ملوش 60 لازمه. فبلاش، يا ريت نوجه الاعلام بتاعنا لحاجه نستفيد منها، لحاجه الشعب يستفيد منها، لان الشعب ده اتظلم وبيتظلم وهيتظلم. العيال اللي طالعه، اللي هي الاجيال اللي هم زي ولادي كده اللي طالعين، مش هيلاقوا حاجه في الدوله، مش هيلاقوا حاجه، لان دلوقتي كل حاجه بتتخصخص وكل حاجه بتتباع. ولا هيلاقوا علاج ولا هيلاقوا اكل ولا يلاقوا شرب ولا يلاقوا سكن ولا يلاقوا نيله. يا ريت نوجه الاعلام بتاعنا توجيه صح عشان خاطر الاعلام ده الناس كلها بتتفرج. الاعلام ده هي الرساله الوحيده اللي بتوصل للناس. لما تقول كل يوم والتاني جايب لي فلان وعلان وتلتان ومش عارفه مين، وناس ملهاش 60 لازمه في الحياه، ناس معرفش سبحان الله ربنا بيديها علشان خاطر يديها ويعميها في نفس الوقت. يعني انت يا شيرين، انت كنت ساكنه في حي البساتين محدش يعرفك، ولولا نصر محروس نظفك ونجرك وطلعك وخلاكي تغني. انا اصلا ما بعترفش بصوتك من ايام من ايام اغنيه يا ليل ومش يا ليل والكلام الفاضي ده. يعني انت من ضمن المغنيين اللي انا نفسي ما بحبش اسمعها خالص، ولا بتخطر على بالي ان انا اسمع اغنيه لشيرين دي. وربنا كرمك واتجوزتي وخلفتي ومعاكي بنتين زي القمر. ايه لازمتها القرف؟ ايه لازمته القرف؟ تعملي في نفسك كده ليه؟ ربنا اداكي مال وفلوس وراجل واولاد، وفي الاخر برضه عميكي عن الخير وعن الصالح العام. روحي بقى لحسام حبيب يمرمطك ويمسح بكرامتك الارض ويخليكي تحلقي شعرك ولا يحلق لك شعرك، وبهدله واخر قله ادب. ده مسلسل زباله ودراما ملهاش لازمه. يا ريتكم تبعدوا عننا بقرفكم، يا ريتكم، انتوا علم مقرفه اساسا. والله الواحد متنرفز ومش لاقي كلام يقوله. موضوعنا وهو اخر سلسله في تجاره الاعضاء يا جماعه، ووفاء عامر وام مكه وام ساجده والتيك توكر اللي وقعوا ورا بعض شبكه كده، سلسله مرتبطه ببعضها، وشاكر ومداهم والواد اللي اتقتل اللي هو أسقس ويارا وأوليكس والناس دي كلها. شبكة كبيرة. وزي ما قلت لكم قبل كده ان مصر ثالث دولة على مستوى العالم، ولو ما قلتش اديني بقول مصر ثالث دولة مصنفة على مستوى العالم في تجارة الأعضاء. ليه الناس والجرايم القتل اللي بتحصل كتير قوي، بقى عندنا جرايم قتل ملهاش وبلطجة في قلب الشارع. يعني النهاردة شفت فيديو من ضمن البلطجة ومن ضمن برضو ما تعرفش هم كانوا هيعملوا ايه مع الراجل. حاجة كده، يعني انا مش عارفة فين الامن وفين الداخلية وفين الناس وفين الحكومة بتاعتنا. وبرضو احنا ربنا رزقنا بالداخلية بتاعتنا اليومين دول شغالة ما شاء الله عليهم. اي حدث ولا اي حاجة بتحصل
بيعرفوه متصور منين حته وبيجيبوه. يعني احنا فيديوهاتنا دي متراقبه وبتتعرض يوميا على الداخليه وعلى المخابرات وعلى الناس كلها. فيديو بص طريقه بقى طريقه الجرايم في الشارع. واحد سايق ومعاه ابنه طفل زي ما يعني بتاع سنه، طفل رضيع. اتهجم عليه واحد بالسلاح وركب معاه العربيه غصب عنه، وفيه عربيه من وراه وعربيه من قدامه. يعني بص طريقه السرقه والتثبيت، وثبتوا الراجل وطلع ورفع عليه المسدس واستغل ان معاه طفل رضيع. طبعا كان فيه راجل بيصلي، وسبحان الله ربنا ألهم الراجل دوت. الورشه دي ما كانتش شارع، هي ورشه كبيره جدا لاصلاح السيارات، وزي ما يكون ايه زي توكيل كده، مكان كبير. يا ريت كل الناس تشوف الفيديو ده على السوشيال ميديا، لان الفيديو ده شدني خالص النهارده بمناسبه البلطجه اللي في الشارع بتاعنا. وبص طريقه التثبيت، عربيه بتراقب من ورا وعربيه بتراقب من قدام. سبحان الله، عشان خاطر ربنا ينجي الطفل دوت وينجي ابوه. الهام جاله من ربنا، بدل ما يمشي في الشارع على طول زي ما هو قايل له، لا راح كسر يمين وراح داخل قلب الورشه. الورشه دي عباره عن شارع زي مركز اصلاح سيارات كده، توكيل سيارات، عربيات مركونه هنا وعربيات مركونه هنا، وراح داخل ونازل من العربيه واخد الطفل على ايديه وقال لهم يا جماعه الحقوا الراجل دوت، طلع عليا وبيثبتني وعاوز ياخد مني العربيه. وفعلا الفيديو متصور، وتقريبا الداخليه جابته بالفعل، وجابت الورشه وجابت المكان في قلب القاهره في عز الظهر. البلطجه وقله الادب والسرقه في عز الظهر، والله العظيم 3. واحده زميلتي في الشغل من 3-4 ايام لما قبضنا، طبعا هي مرتبها عالي، درجه اولى واولى ممتازه وعلى درجه مدير عام وحاجه كده، يعني في الشغل يعني مرتبها يضاعف مرتبي 3 مرات. فبتقول لي انا قبضت من هنا ورحت طالعه راكبه العربيه، طلع ورايا 2 ستات معرفش رموا نفسهم عليا كده، وعقبال ما قلبت نفسي هم نزلوا، لقيت البوك بالفلوس بالمحفظه بالموبايل اتاخدوا مني من قلب الشنطه. طب دي واحده زي دي موظفه شقيانه طول الشهر، هتقضي شهرها ازاي؟ وعايزه اقول لكم يا جماعه كمان ارمله وجوزها متوفي السنه اللي قبل اللي فاتت. يعني دي تعيش ازاي؟ ومعاها 3 بنات ومعاها ابنها تعبان شويه وحاجه كده. طب دي تعيش بقيه الشهر ازاي؟ واللي خدوا منها دول انتوا يعني خلاص احنا بقينا جعانين دلوقتي، احنا بقينا بنتسلى على بعض، احنا بقينا بنسرق بعض بقى. يعني احنا ما قدرناش على الحكومه، والحكومه قدرت علينا، احنا هنتضير ناكل في بعض زي السمك. اللي معاه ده يسرق اللي ما معاهوش، واللي مش عارفه اقول ايه، مش لاقيه. السرقه بقت كتيره والبلطجه بقت كتيره، وبقى فيه حته عدم امان في الشارع. يعني الواحد بيبقى ماشي في الشارع وكتاب الله ببقى ماشيه الصبح وخايفه وانا رايحه الشغل، خايفه الشنطه تتخطف مني، خايفه حد يطلع، رغم ان انا ما معيش حاجه. بس المشكله ان انت مثلا يعني الخضه نفسها بتاعت ان حد يوقفك، ولا حد مثلا يطلع يرمي نفسه عليك كده، وانت تتفاجئ ان انت مرتبك اللي انت هتعيش بيه طول الشهر اتاخد منك. هتعمل ايه وازاي وهتتصرف ازاي؟ واحد زي دوت لما طلعوا عليه ودخل العربيه بالعافيه وثبته ومعاه طفل رضيع، يعني ربنا نجى الطفل دوت. فالبلطجه يعني انتوا لما تاخدوا الراجل دوت وتقتلوه وتقتلوا الطفل اللي معاه دوت، خدتوا العربيه، يعني انتوا مفيش ربنا بقى غايب عننا خالص. يعني احنا دلوقتي مفيش ربنا يا جماعه. يعني احنا دلوقتي لما انا اروح اسرق واحده كده او اعتدي على واحد، انت مش شايف ان في ربنا بقى غايب عن عيشتنا وعن حياتنا خالص. فين يا جماعه؟ فين الوعي الديني؟ فين الاستاذ تامر امين بدل ما يطلع يجيب لنا شيرين عبد الوهاب وامثالها اللي مالهمش لازمه، يطلع يوعي الناس، يطلع يجيب كده الجرايم اللي بتحصل والبلطجه اللي حاصله في الشارع، ويشوف الدنيا فيها ايه، ويعلم الناس ازاي انت تحمي نفسك، ويعلمك ويعلم الستات ازاي انت تحمي نفسك في الشارع. مش طالع جايب لنا قصص مقرفه ملهاش لازمه. اخر الاحداث يا جماعه ان هم بيقولوا ان الناس اللي هي تجاره الاعضاء دي اتجدد لها الحبس تاني، ولسه فيه جديد في الموضوع دوت.
برضو الحوارات اللي دايره حول وفاء عامر لحد دلوقتي مفيش اتهام صريح، وبيقولوا ان هما كانوا يوم 6/8 خرجوا جثة ابراهيم شيكا، وطلع الدكتور بتاعه اللي اتكلم وبعت رسالة من معرفش هو كده خارج مصر، مش موجود في مصر، والمستشفى اللي ابراهيم شيكا راح يعمل فيها العملية مستشفى كده تحت بير سلم، لا شكل ولا منظر. المهم دلوقتي احنا بنواكب الاحداث وماشيين مع الحدث، وبقول يا جماعه احنا ما نبصش للحالات السلبيه اللي زي دي، احنا بنبص لحياتنا، نبص احنا هنروح فين بعد 7 سنين. انا والله العظيم موضوع الايجار القديم ده او خروجي من الشقه او خروجي من بيتي حاجه انا كل ما افتكرها احزن. ما بالك بقى اللي هي الارمله اللي معهاش مصدر رزق وايه يعني، ورئيس الوزراء كل يوم والتاني طالع علينا في اجتماعات ويقول الايجار التمليكي 1200، اذا كان انا مش عارفه ادفع 250 جنيه هدفع 1200 جنيه؟ ده غير بقى ال 25000، ده غير الميه غير الغاز غير ربنا يرحمنا، والقانون تتغير والمحكمه الدستوريه تنصفنا، وان شاء الله لنا الله، وان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قائم على القانون دوت، وكل واحد فكر في تشريد الناس عشان خاطر مصلحة شخصية لنفسه أو لغيره. حسبي الله ونعم الوكيل في كل القائمين على إصدار هذا القانون، حسبي الله ونعم الوكيل في كل القائمين على إصدار هذا القانون اللي هيشرد المصريين. احنا بنقول لا لتهجير غزة وأهل غزة، ربنا يقحم الإسرائيليين وينصر غزة واهل غزة، وينصرنا احنا كمان معاهم ونفضل في بيوتنا. انتوا مش قادرين تطلعوا اللاجئين من البلد، تطلعوا اهل البلد، يعني انا مش عارفه اقول ايه. اللاجئين ما كل واحد يروح بيته وكل واحد يروح بلده. اسرائيل سوريا الحمد لله ابتدت تتعدل، والسودان اتعدلت اهي، كل واحد يرجع بلده. انتوا مش قادرين تخرجوا اللاجئين اللي هم 9 مليون لاجئ، الكلام ده كان سنه 24، مش قادرين تخرجونا احنا صحابات البلد. فين الثقة في مصر؟ فين الأمان؟ احنا عايزين أمان، عايزين عيشة، عايزين 4 حيطان يدارونا ونتستر بيهم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت اللي يشوف الفيديو بتاعنا يعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة يا أحلى حبايب وأحلى متابعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لكم والسلام عليكم.